انا كنت ممكن نفضل ماشيين بالعربيه ونروح هناك وننزل قعدنا شويه عادي، والبيت اهوت والعربيه بس ممكن. طب ماشي، ما احنا في العربية. وانا عشان بقول لك هنروح نقعد في كذا، وانا صدقيني ده انا الكلام ده لا بص، انت قلت لي ايه؟ عشان بس ايه، عشان انت قلت لي هكلمه بس تعالي نقعد في البيت. لما قلت لك لا، قلت لي خلاص هكلمه. يعني انت تمام، انا ماشيه على لا، اساس انا انك بتكلم معاكي هتكلمه. بنتكلم بتقولي ايه؟ كل باك مسؤول. هاكله ماشي. بتقولي انا ما بقول المفترض باجي اقعد في فندق والحكايه والوسح. قلت طب استني، ده انا ليا بيت هنا 4 ايجار. طب استني، انا ليا بيت تاني في الارياف هنا. قلت اوريهولك اقسم بالله. قلت لو هو ارياف لو عجبك تيجي تقعدي في يومين 3 دول. فقال لي ده اللي جه بالي. انت بتقولي لا. ايه؟ لا. انت صغيره. مش حكايات صغيره، مش حكايات صغيره، بس انت مش لما احنا طلعنا قلت لي خلاص انا هكلم المدير، صح؟ مش حصل منك؟ حصل. وقلت لي لو دخلت المدرسه هقلبها له. وانا لما لقيته خايف منك وهو بيكلمك، لا كان خايف، هو كان خايف، فقلت لك تمام خلاص كلمه احسن، ما يعني مادام مش هينفع الالتماس ومش هينفع نمضي وكده، خلاص كلمه في التليفون واتفقنا. وقلت لي تمام. مش حصل. هو ده اللي مزعلني، ان انا لما ما رضيتش اروح انت ما رضيتش تتكلم. والله العظيم كلمته. كلمته؟ قلت له ايه؟ مفيش دعوه. امال هو ليه ما سمعش؟ يا بنتي مفيش حاجه اسمها ملحق يعني يدخلها في شهر 7. هو نادى على اسمها ان ماليش هي رايحه في دعوه. شهر 7. البنت دي دخلت نص الاولاني ونجحت. تمام؟ الحمد لله. النص التاني تخش غصب عن اي حد. ما هتدخل، بس هو عايز في شهر 7. هو مش حكايه ركنها، هو قال لي ما تجيبيهاش في 5، هاتيها في 7 على طول. بعد كده قال لي حتى لو جبتيها في 5 برضه هتيجي في 7 عشان ده ملاحق. فانا كل اللي كنت طالباه منك بدل مش هنعمل الالتماس يبقى اتكلمه تقول له ان هو يعدلها التقييمات بس. صعبه دي؟ ما حضرتش امتحان الشهور؟ انا امتحان بتاع الشهرين؟ لا، ما بنجيش امتحانات الشهور. انا ما قصرتش في حاجه وكلمت، فانت فكرت ان انا اسوي بتحسب لك بالله عليك حد يبص للعيون ويعرف يمسك نفسه ولا بتعتب عليا؟ ذنبي ان انت حلوه وشدتيني ولا تعمل معاكي اسطمبة؟ ها؟ انت زعلان ان يقول لك مامي او انت؟ طب انت هتكلمه ولا لا؟ ايه؟ يعني انت مطلوبين في الجنة. طب هتخلص امتى؟ هنا اللي هنروح نقعد؟ ها؟ خلاص هتخرج معايا؟ ولا هنقعد برضه نضيع وقت؟ اخرج معاك فين؟ بره؟ ما قلت لي هخلص امتى ليه؟ اخرج معاك بره هنا يعني ولا اخرج فين؟ لا قلت له هخلص امتى ليه؟ اخرج فين؟ نروح نقعد هناك في البيت؟ اه. طب هتخلص امتى؟ ما احنا ممكن نروح ساعتين ونيجي. نقعد هناك ساعتين وترجع تاني؟ وبعدين تكلم استاذ مجدي؟ ولا لا؟ ده عينيك الحلوه دي ده بنتكلم عن النقد. طب خلاص هطلع اكلم اختي واشوفهم فين وهيعملوا ايه واجي تاني. تقول لها ايه؟ هتصرف. انت هتيجي امتى تاني؟ هاجي يوم 16 اللي هو يوم السبت. ما تخليها تاخد بنت وتمشي. وبعدين؟ وتمشي في اخر النهار. تقعد فين لحد اخر النهار؟ مفيش دعوه، تخلصي معاها وتعالي هنا الساعه 1 2 ونطلع نقعد ساعتين ولا اوصلك المحطه. في البيت برضه. طب انا فين؟ هو انت تزعلي ان انا مثلا اقعد معاكي امسك ايدك ولا تزعلي؟ طب بص،
عشان بس يعني ريح قلبي كده، زي ما انا برد عليك بكلمك واضحه، خليك واضح معايا. انا لو جيت معاك، يعني لو جيت لك على الساعه 1 ورحنا البيت، هتكلم مجدي وتخلص لي الدنيا بتاعت البنت؟ بالله عليك يعني انا اشوف الحلاوه دي والحنيه دي والريحه دي ما عملش حاجه؟ طب انت خليك مكاني لما تبقى الحلاوه دي بإيدك سيبها رد عليها بس. طب هطلع اكلمها. يعني الجمال ده كله ما يبقى معايا بين ايديك، ما عملش عشان المستحيل. طب انت مش حاسه انت تستاهلي؟ هطلع اكلمها، هتصرف، هتعامل لا، قولي لا، قولي هتعامل هقول لها هي مثلا يقعدوا في اي مكان. لا خليهم يمشوا يروحوا عشان تقعدي معايا لوحدك. بس لو جيت معاك هتكلم مجدي. يا بنت هتكلم المدير. هتكلم مجدي قدامك وهكلمه واظبط لك الدنيا. خلاص ماشي، بس دي مساومة، خلي بالك برضه. هتزعلي ان انا يعني انا قلت لك ان انا اتشدت لك؟ ده يزعلي؟ ما هو يعني انت ما تقولي انت